الفيديو ده موجه لرامي عباس وكيل محمد صلاح. انا عايز اعرف سؤال: هل طرابزون احسن بشكتاش التركي؟ يعني سؤال بجد، يعني على الاقل بشكتاش فيها سكواد يساعد محمد صلاح يعمل حاجه، او يساعد ان صلاح ينهي المسيره بشكل كويس. اما خطوه طرابزون دي ايه الفايده فيها؟ انه غير ان هو هيبقى النجم الاوحد، ما هو كان هيبقى في تركيا كلها النجم الاوحد اصلا. يعني انا ما اعرفش ايه الفرق في الديل اللي حصل يخليه يروح طرابزون بدل ما يروح بشكتاش، لان بجد يا جماعه بتوشن بشكتاش دي بتوشن طرابزون مستفزه. مش ده صلاح اللي احنا حبيناه، ولا ده الفرقه اللي احنا بنحب ان محمد صلاح ينهي فيها. هو ليه مش متخيل ان محمد صلاح ده بالنسبه لنا المسيره كلها تخصنا؟ هي ما تخصش محمد صلاح لوحده، احنا جزء من المسيره. انا بتفرج على طرابزون عشان انا بحب صلاح. بين سبورت اشترت حقوق الدوري التركي عشان محمد صلاح، علشان الناس اللي هتتفرج على محمد صلاح. انا بقى اتفرج عليه في طرابزون دي تحت بند ايه؟ جالاتا سراي، فنربخشة، اي فرقه من دول هتقابل برضه محمد صلاح هيخسر، وهيخسر سكور. يعني في الاخر محمد صلاح هينهي المسيره مش في التوب 3 بتوع الدوري اللي هيلعب فيه، مش في التوب 4، مش هيبقى حتى في التوب 4، مش هيبقى فرقه ضعيفه في كل الخطوط، حتى في خط الهجوم اللي جايبين فيه صلاح، جايبين جنبه مهاجم افريقي اقسم بالله عايز اتوبيس يزق عشان يروح على الجون. انا من ساعه ماتش ما خلص من هو شغال، وعندهم لعيبه ساذجه بتاخد طرود ساذجه في ماتش المفروض على ارضهم، المفروض ان ده الماتش اللي يساعدهم الاوروبا ليج. يعني في الاخر اتفرج على صلاح اوروبا ليج؟ يا جماعه في ايه؟ يعني انا مش فاهم. واكيد الدين ما بص على فلوس، يعني اكيد مشوار بشكتاش ده ما خلصش على فلوس. يعني مشكله صلاح ما كانتش فلوس، لان هي لو كانت فلوس ما كانش هيروح تركيا اصلا. ما عادي، اكيد السعوديه كان ممكن يبقى فيها اوفر احسن، اكيد كان ممكن امريكا يبقى فيها فلوس احسن. حسب الله ونعم الوكيل في اللي شرع عليه الشورى، وهو ذات نفسه الله يعينه على الناس اللي حواليه. انا متاكد ان صلاح بيجي عليه وقت بيقول انا ايه اللي جابني هنا؟ مين دول؟ ده ولا عارفين يباصوا ولا يا جدع. ده منتخب مصر وقت ما كان باصي لصلاح ومفيش في الفرقه غير صلاح، اقسم بالله كان احسن من كده، كان معاه سكواد احسن من كده، واداؤه في الملعب احسن من كده. سلام عليكم.